فالسخرية لا تنبع إلا من نفس متكبرة. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بينما يجلس في مجلسه يوما إذ مر عليه رجل يبدو للناس أنه من الأشراف، من أشراف القوم، من علية القوم. فقال النبي لرجل عنده، وقد صرحت رواية ابن حبان بأن هذا الرجل الذي سأله المصطفى هو أبو ذر رضي الله عنه. فأسأل النبي ويقول: ما رأيك في هذا؟ فنظر فقال رجل من أشراف الناس: هذا حري يا رسول الله إن خطب أن ينكح، يعني إن تقدم ليخطب فتاة حري أن يزوجه أهل هذه الفتاة لشرفه ومكانته، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت المصطفى. ثم مر في نفس المجلس رجل آخر من الفقراء الضعفاء المساكين الصالحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من ضعفاء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع لقوله. فأشار النبي إليه وإلى الأول وقال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. لأن موازينكم أيها الناس ليست موازين صحيحة لميزان الرجال أو لرفعهم وخفضهم، هذه موازين زائفة وهذه أحكام زائفة. أما الموازين الحق فهي عند الله، فلا يرفع الله جل وعلا إلا المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم، لم يقل أقواكم، لم يقل أبدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب أشعث أغبر، يعني لا يؤبه له، ربما يحتقر، ربما يدفع بالأبواب كما قال الصادق. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يا لها من مكانة، يقسم على الله، يقسم على الله وهو المدفوع بالأبواب بين البشر، في دنيا البشر، في الدنيا، في عالم ظالم جائر، يدفع بالأبواب وهو عند الله كبير وهو عند الله عظيم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي لأبر الله قسمه ولحقق الله له سؤله. فلا ينبغي أيها الأفاضل أن يحقر أحدنا أخاه. يا أخي حتى ولو كنت على علم، حتى ولو كنت على طاعة، لا تنظر إلى أخيك المسلم الذي ضعف وزلت قدمه في المعصية، لا تنظر إليه بسخرية، ولا تنظر إليه بازدراء، ولا تنظر إليه باحتقار، ولا تكلمه من علم: أنا الطائع وأنت العاصي، أنا التقي وأنت الشقي، أنا العالم وأنت الجاهل. لا يا أخي، لا يا أخي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. والله الذي لا إله غيره لا يملك أحدنا قلبه، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فقلوبنا كالريش أو كالريشة التي ألقيت في مهب الريح العاصفة، تقلبها الريح كل لحظة مرات ومرات. كذلك القلب، أنت لا تدري بأي شيء سيختم لك. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان. لذا كان حبيب القلوب محمد يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فاقترب من هذا الذي وقع في المعصية واشكر الله مرتين: الأولى أن حفظك الله أنت من الوقوع في نفس المعصية وعافاك مما ابتلي به غيرك، واشكر الله مرة أخرى
إذ وفقك لتبذل له النصيحة بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. ما أجمل القرآن، ما أروع القرآن. ولا تلمزوا أنفسكم. وهل يلمز الإنسان نفسه؟ لا، ولكن الإنسان إن لمز أي عاب وطعن أخاه فكأنما لمز نفسه. انظروا إلى هذا التعبير القرآني البديع في الرقة والجمال. ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو العيب والطعن بالعين، باللسان، بالإشارة، هكذا. يعني هذا لمز، قل فلان لمز بالإشارة، بالعين، بالكلمة، بالفعل. تدبروا كل لفظة في القرآن. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تعيبوا ولا تطعنوا في إخوانكم، لأن من لمز أخاه فكأنما لمز نفسه. ولم لا؟ والمؤمنون جميعا كنفس واحدة، كروح واحد حل في أجسام متفرقة، كأغصان تشابكت تنبثق كلها من دوحة واحدة. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم، فأخوك نفسك وأنت نفسك. المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أرجو أن تتدبر هذا المعنى النبوي مرة ثانية. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى مثل المؤمنين. أين هذا المثل؟ أين هؤلاء المؤمنون؟ أين المؤمنون الذين هم كالجسد الواحد؟ بل قد ينظر أحدنا الآن إلى إخوانه الذين يحملون على الأكتاف كل يوم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، مجرد احتراق القلب لم يعد واردا. صرنا نحمل قلوبا باردة ومشاعر جامدة إلا من رحم الله جل وعلا. ومع ذلك ربما نردد ألفاظا ساخنة وربما نردد كلمات ملتهبة جدا، لكن إن فتشت نسأل الله السلامة والعافية. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قضية لا تحتاج إلى فزلكة، وإنما تحتاج إلى صدق. فالمؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يا الله، كمثل الجسد الواحد. تصور معي لو أن ضرسا من ضروسك تألمت له، ألا تتألم العين لألم الضرس؟ ألا يتألم الجسد كله لألم الضرس؟ لا تنام. كل الجوارح تشارك هذا العضو ألمه، كل الأعضاء تستشعر الألم الذي يستشعره هذا العضو.